جمال عبد الناصر تزوج من فنانة شهيرة وأنجب ولدين، أحدهما ممثل شاب. ولماذا تأثرت نجوميته؟ ولد جمال عبد الناصر بالقاهرة عام 1959. تخرج في كلية التجارة عام 1981، وبعدها بفترة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1987. كانت بدايته الفنية على المسرح في مسرحية سالومي مع رغدة عام 1988. تزوج جمال عبد الناصر من الفنانة فاطمة كاشف بعد قصة حب قوية بينهما، حيث كان يدرسان معا في معهد الفنون المسرحية. وأثمر زواجهما عن ولدين هما مازن الذي صار بعد ذلك مخرجا وممثلا شابا ومهاب. ولا يزال زواجهم مستمر حتى الآن لحوالي 30 عاما في حب وتفاهم واستقرار. قالت فاطمة كاشف أن احترام زوجها الفنان جمال عبد الناصر لجمهوره وطريقته الدقيقة في اختيار أدواره بالإضافة إلى بعده عن الشلالية أثرت على نجوميته. يبلغ عمره 64 عام.